تخيل أن ممرا بحريا صغيرا يمكنه إيقاف العالم كله في لحظات، قد يجعل أسعار النفط تشتعل ويوقف التجارة العالمية. ممر هرمز ليس مجرد ممر بحري عادي، بل هو أحد أخطر وأهم الأماكن في العالم. لكن السؤال المرعب هو: ماذا سيحدث لو تم إغلاقه فجأة؟ ممر هرمز هو ممر بحري ضيق يربط بين الخليج العربي وبحر عمان والمحيط الهندي، وهو شريان الحياة للطاقة العالمية. ممر هرمز هو ممر بحري ضيق يربط بين الخليج العربي وبحر عمان والمحيط الهندي، وهو شريان الحياة للطاقة العالمية. وعرض هذا الممر لا يتجاوز عشرات الكيلومترات فقط، لكن رغم صغره تمر منه كمية هائلة من النفط يوميا. حوالي خمس نفط العالم يمر عبر ممر هرمز. أي مشكلة صغيرة هنا تعد إيران من أهم الدول التي تشرف على هذا الممر، ولطالما هددت بإغلاقه في حال اندلاع حرب، وهذا ما يثير قلق العالم أجمع. وترسل سفنا حربية لحماية السفن التجارية، لأن أي هجوم هناك قد يشعل أزمة دولية كبرى. في سنوات سابقة تعرضت ناقلات نفط لهجمات في هذا الممر، مما أدى إلى خوف عالمي وارتفاع الأسعار. تعتمد دول كبرى على النفط الذي يمر عبر ممر هرمز، مثل دول آسيا وأوروبا التي تحتاج إلى الطاقة بشكل مستمر، وأي تعطل هناك قد يسبب أزمة اقتصادية. يقول الخبراء إن إغلاق الممر قد يحدث في ساعات قليلة، لكن إعادة فتحه قد تستغرق أسابيع طويلة، وهذا سيؤدي إلى نقص عالمي في الطاقة. إذا توقف تدفق النفط ستتأثر المصانع في جميع أنحاء العالم، وقد ترتفع أسعار السلع بشكل كبير، حتى الأطعمة قد تصبح أغلى. ليس النفط فقط ما يمر عبر ممر هرمز، بل تمر أيضا بضائع وسلع بمليارات الدولارات، مما يجعله شريان التجارة العالمية. وفي بعض الأحيان تتصاعد التوترات العسكرية في المنطقة، مما يجعل السفن تتحرك بحذر شديد، ويجعل العالم في حالة ترقب. الدول الكبرى تحرص على حماية هذا الممر بكل قوة، لأنه يعتبر مفتاح استقرار الاقتصاد العالمي. هناك بدائل لنقل النفط، ولكنها مكلفة جدا، ولا تستطيع تعويض الكميات الهائلة التي تمر من هرمز. لذلك يبقى هذا الممر ضروريا. في حال نشوب حرب في المنطقة سيكون هرمز أول مكان يتأثر، وقد تحاول الدول إغلاقه لمنع التجارة، مما قد يشعل صراعا دوليا. ويعد ممر هرمز من أكثر المناطق مراقبة في العالم. تستخدم الدول أقمارا صناعية لمتابعة كل حركة فيه، لمنع أي هجوم مفاجئ. يوم واحد فقط تعبر عشرات الناقلات هذا الممر، وكل ناقلة تحمل ملايين البراميل من النفط، مما يجعله ممرا حيويا. أي حادث صغير هناك قد يتحول إلى أزمة كبرى، حتى حادث تصادم بين سفينتين قد يعطل حركة الملاحة. وفي السنوات الأخيرة زادت التهديدات في المنطقة، مما جعل الدول تعزز وجودها العسكرية لحماية الممر. يقول المحللون إن العالم لا يستطيع الاستغناء عن هذا الممر، لأنه يمثل عصب الطاقة العالمية، وإغلاقه سيحدث فوضى اقتصادية. وفي أسوأ السيناريوهات قد يتوقف إمداد النفط لأيام أو أسابيع، وهذا سيؤدي إلى أزمة طاقوية عالمية قد تؤثر على كل دولة ثانية. ستضطر الدول إلى استخدام مخزونها الاحتياطي من النفط لتجنب نقص الطاقة، ولكن هذا الحل مؤقت فقط. يتأثر النقل والسفر في جميع أنحاء العالم، وقد ترتفع تكاليف الطيران والشحن، مما يثقل كاهل الاقتصاد. حتى الدول الصغيرة ستشعر بتأثير إغلاق الممر، لأن أسعار الطاقة تؤثر على كل شيء من الغذاء إلى الصناعة. يعتبر بعض الخبراء أن ممر هرمز هو أخطر نقطة جيوسياسية في العالم، لأنه يجمع بين السياسة والاقتصاد والعسكر. ورغم كل هذه المخاطر يستمر العالم في الاعتماد عليه، لأنه لا يوجد بديل سريع وفعال. في الوقت الحالي ناقلات نفط مستمرة في عبور ممر هرمز. تحاول بعض الدول بناء خطوط أنابيب بديلة لتقليل الاعتماد على هذا الممر، ولكن ذلك يحتاج سنوات. العالم يعيش توازنا دقيقا في هذه المنطقة، وأي خطأ صغير قد يفجر أزمة كبرى في لحظة واحدة. ولهذا السبب تسعى الدول إلى تجنب الصراع في هذا المكان،
وتفضل الحلول الدبلوماسية لحفظ الاستقرار. يبقى ممر هرمز محط أنظار العالم كله، لأنه مفتاح الطاقة والتجارة، وأمنه يعني استقرار العالم. هرمز ليس مجرد ممر بحري صغير، بل هو نقطة قد تحدد مصير العالم. فهل سيبقى آمناً أم سيصبح شرارة الأزمة القادمة؟ شكرا جزيلا على المشاهدة. إذا عجبك الفيديو ما تنساش تدير لايك وتشترك في القناة باش يوصلك كل جديد. رأيكم يهمنا، اكتبوه في التعليقات ونلتقي في فيديو جديد إن شاء الله.